السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. بصوا يومي النهاردة كده عن طبيعة، كان ورايا مشوار مهم كنت عايزة انزل. تمام، صحيت من النوم قبل حتى ما افطر او قبل ما اعمل اي حاجة، حطيت حلة المية كده على النار وبشرت بصلاية على السريع كده، وقلت ايه افتح الكاميرا او اشارككم كده يومي. وايه لو مثلا النهارده محتارين مش عارفين تعملوا اكل ايه، تقوموا تعملوا صينيه النجريسكو اللي هعملها دي. ما خدتش مني حرفيا يعني نص ساعه، لان انا كنت المفروض انزل. يعني انا بعمل كده بسرعه عشان هعمل سندوتشات للولاد، وانا هفطر وانا كل ده واحنا ايه وانا بعمل الغدا، عشان كان جوزي قرب يجي من الشغل، وانا كنت مفروض نازله يعني رايحه اودي كريم درس يعني وكده. تمام. فكنت مستعجله جدا جدا، فقلت لا على السريع كده ابتدي اجهز كل حاجه. بشرت بصليه بسرعه في نفس الطاسه اللي هعصق فيها الفراخ، ومليت الحله وحطيتها على النار، وهفطر وانا واقفه، وهعمل سندوتشات للاولاد وانا واقفه، وكل حاجه هعملها كده ايه واحنا واقفين. في نص ساعه هكون مخلصه، لان انا كنت بتحدى نفسي اني اخلص الغدا في نص ساعه. وفعلا كانت الصينيه في الفرن، انا دخلت لبست. تمام. بصوا بقى، هنا جبت البصلايه فرمتها وحطيت عليها معلقه سمنه، وهنا جبت قرن فلفل رومي كده، وعلى طول بقى مش طبق ولا اي حاجه. الله اكبر يا عز رب، الفجر بيأذن. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. جبت بقى ايه بصلايه كده وقطعتها على البصل زي ما انتم شايفين. وهجيب بقى حبة زيت، في ناس ما بتحط الزيت على المكرونة النجريسكو، لكن انا على المكرونة يعني وهي بتتسلق بدل هتتعمل بشاميل، لكن انا ما بحبهاش خرط، انا بحبها سايلة يعني، اللي هي كأنها بالوايت صوص كده، عشان كده عادي بحط. بصوا بقى، كانت المية معايا غليت، هنزل بقى ايه بكياس المكرونة بتاعتي. تمام. وكمان البصلة اهي بتتحمر. بصوا كل ده وانا ايه كله مع بعضه، الاذان يخلص وارجع لكم تاني. هنا بقى كانت خلاص البصلة اتحمرت معايا. تمام. هشوح يعني اصفرت كده، والفلفل دبل. رحت نزلت عليه بالبانيه اللي انا مقطعاه زي الشاورما كده. تمام. عايزه اقول لكم الطريقه دي برضو عملتها، بس كنت متبله الفراخ بقى بتتبيله حلوه قوي. عملتها برضو الشاورما كده مع مكرونه حمراء، كانت حلوه قوي قوي. هبقى اعملها لكم، بس انا ما صورتهاش للاسف. مره كده هبقى اعملها لكم، بجد كانت طعمها روعه. كانت شاورما كده عملتها جنب مكرونه، بس مش مكرونه وايت صوص بقى، مكرونه حمرا. بصوا هنا انا بحب دايما لما اعمل نجريسكو احط عليها كم قطعه بسطرمه، ان انا وعيالي من مدمنين البسطرمه يعني بنحبها قوي. فبحط كده كم قطعه بسطرمه كده عليها، بتديها نكهه. انا بشيل بقى يعني بنضفها من التوم بتاعها، بجد بتديها نكهه حلوه قوي يعني، احنا بنحبها. انتوا طبعا لو مالكوش فيها او ما عندكيش بسطرمه، طبعا مش لازم الخطوه دي خالص خالص يعني. دي خطوه كده ليا انا وكريم، يعني انا وكريم بنحب قوي البسطرمه في اي اكل يعني. تمام. يعني حتى ما بعمل صدق بحط عليه بسطرمه، يعني كم شريحه كده بتديها نكهه احنا بنحبها، فاهمين؟ بس هشوح بقى، والمكرونه بقت على النار وكده، الفراخ بتاعتي خلصت. اول ما المكرونه تتسلق في نفس الحله هعمل فيها البشاميل. بس تعالوا بقى في النص كده ايه، انا كنت خلاص هبطت ما فطرتش، عملت لي كده ساندوتش وعملت لي كوبايه نسكافيه. بس كده. بصوا دوت ايه ده، سكر اسمه ميكال تقريبا. انا كنت بجيب ستال، وبعد المره دي جبت ميكال. تمام. وعامله بقى الكاتل كده، كنت مشغلاه عشان ايه احط حبه ميه كده سخنين ومعلقه نسكافيه. وهرب بقى كل ده مع بعضه كده ايه في الميه السخنه يعني. انا بحب اربه بميه سخنه، ممكن تحطي ميه بارده عادي، بس عشان انا بحب اشرب النسكافيه سخن يعني. وهربه. طبعا هو كده بيترب، لما لو انت لو هتربيه بالمعلقه مش من المضرب بتاع النسكافيه، السكر ده ما بيضربش، مش هيعمل معاكي فوم خالص، لازم بمضرب. لو مش هتضربيه بمضرب وهتضربيه بالمعلقه عادي، يبقى حطي سكر عادي. ان انا زمان كنت ببقى عايزه اشرب النسكافيه بالسكر الدايت ده، ما كنتش بعرف، لانه ما كانش بيعمل لي فوم، وانا بحب النسكافيه فوم.
فعشان كده بقى ما كنتش بعرف استخدم سكر الدايت ده. تمام. انما بقى المضرب ده طبعا سهل عليا ان انا استخدم ايه سكر الدايت ده. انا بحاول الصبح ما اخدش اي سكريات يعني. تمام. عشان بيقولك السكريات على الصبح بتخليكي تجوعي وبتساعدش الجسم على الحرق. بصوا عملت لي عيش توست كده فيه حته لانشون وحته جبنه بيضه وبس كده، وكوبايه النسكافيه كده. هو ده فطاري يوميا على فكره، أنا يوميا بفطر كده. كوبايه النسكافيه والساندوتش اللي انتوا شايفينه ده، ممكن جبنه تركي، ممكن لانشون، ممكن جبنه بيضه، حسب اللي موجود عندي في التلاجة يعني. لكن انا ما بفطرش غير كده يوميا. بوريكم بس جايبين كوبايه النسكافيه، العيش وانا واقفه كده، الساندوتش هيتاكل وكوبايه النسكافيه هتتشرب، كل ده وانا واقفه. شطفت بقى المكرونه خلاص صفيتها، وهاجي بقى في نفس الحله هعمل البشاميل. وعملت برضو سندوتشات للولاد كده ووديتها لهم، وقلت الكريم يخش بقى ياخد شاور عشان ننزل انا وهو. عبال ما هو ياخد الشاور بتاعه ويلبس اكون انا على طول خلصت المكرونه بالبشاميل بتاعتي. خلصت البشاميل وطبقتها ودخلتها على طول الفرن، وعقبال بقى بتستوي في الفرن اكون انا اللي لبست. فاهمين يعني انا مخططه كده يعني، رسمه كده. كان بابانا بقى جه، سبت له بقى ادم ونزلت انا وكريم رحنا. كان كآدة كريم يعني كان عنده انترفيو. تمام. اليوم ده يعني كان كريم عنده انترفيو مع مدرس الساينس عشان يا يقبله يا ما يقبلهوش. عشان يعني مدرس الساينس مدرس اول وكده، فبيبقى عايز ياخد العيال يعني اللي هي تمشي معاه يعني. تمام. فكان في انترفيو قبل الحصه وكده، يعني انترفيو عشان يقبله او ما يقبلوش. بس كده. المهم بقى حطيت السمنه وحطيت عليها الدقيق. طبعا احنا رحنا انترفيو الحمد لله اتقبل يعني، وعقبال يا رب كده بقى ما يتقبل كده بقى هو متخرج من الكليه ويروح انترفيو كده عشان يتعين كده ويبقى حاجه كبيره ان شاء الله. ما علينا يا جماعه، خلينا في البشاميل. هنحطه بقى السمنه ونحط عليه الدقيق ونربه كده مع بعض. واول ما تجي اشم ريحته انزل بقى باللبن بتاعي ده، كده كيلو لبن بالقشطه بقى بتاعته وكل حاجه، فهيكون كريمي. وبزود حبه ميه عليه، ما بحبوش باللبن بس لازم ازود ميه، ومكعب ميكي او مكعبين ميكي. انا بحب البشاميل كده. تمام. اولا طبعا اللبن بقى سعره اوفر اوي، الكيلو ب30 جنيه. فطبعا عشان اعمل كميه المكرونه اللي انا عاملاها دي، انا بعمل مكرونه على فكره تقعد يومين، تكفيني يومين. طبعا عايزالي يعني ولا 2 كيلو لبن مش هيكفوا. فاهمين؟ فلان طبعا المفروض كيس المكرونه الواحد بياخد كيلو لبن، ده لو هتعمليه بلبن بس، عشان انا بحب البشاميل كتير. تمام. فحطيت بقى بتحطي بقى تزودي شوربه عندك في التلاجة، تحطي ميه وتحطي مكعب ماجي، هتبقى بمقام الشوربه. وفي نفس الوقت على فكره بيبقى طعمه احلى لما بيكون لبن بس. يعني انا مره عملته لبن بس، لا ما تكيفتش منه، ما حسيتش، بيبقى طعمه تقيل زياده عن اللزوم اوفر يعني. انما الميه ومكعب المرق بيدي. حتى برضو ما بحبش احط شوربه، انا عندي شوربه في الفريزر، لا بحس اللبن مع الميه مع المكعب الماجي بيديله نكهه حلوه. تمام. بس كده خلصت خلاص البشاميل الحمد لله. وطبقت بقى الصينيه، وهتلاقوها دلوقتي طالعه من الفرن. وانا كنت لبست، انا كنت هنا عامله صينيتين، دخلت بقى صينيه الفرن بس كده، وسبتها بقى لجوزي والادم. قلت لهم بقى انتوا كلوا واحنا نروح الانترفيو بتاعنا، ولما نيجي هنبقى ناكل. بس كده. بس متنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا شير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه